تمكن أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسطيف من معالجة قضية المضاربة الغير مشروعة. العملية جاءت بناء على معلومات دقيقة مفادها وجود شخص ببلدية الطاية ولاية سطيف يتخذ مستودع سري خاص بتربية المواشي واستعماله في تخزين أعلاف الحيوانات. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش المستودع السري الذي عثر بداخله على أكثر من 1200 قنطار من النخالة، 2800 قنطار من بقايا الصوجة بنوعها، 300 قنطار من مادة الملح. التحقيق أفضى أن المستودع غير مصرح به لدى مصالح التجارة أو الفلاحة، مستغلا في ذلك ندرتها وغلائها تزامنا مع فصل الشتاء مما ينتج عنه ارتفاع في أسعار المواشي. العملية مكنت من توقيف شخص وحجز ما يعادل 400 طن من المواد المدعمة الموجهة لتغذية الحيوانات التي فاقت قيمتها الإجمالية 1.7 مليار سنتيم. بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.